ديزا هاي الطيرة سبحان الله من جوا شفتها aber diese möchten Eier machen ما شاء الله شوف على هاي الطيرة هاي ist der Teure. dieser Mann diese Weibchen ها كويس شوف هاي الطيرة ما شاء الله سبحان الله كم جميلة. حياكم الله أهلا وسهلا ومرحبا. أنا أكرم وهذه قناتي الوثائقية. طبعا جينا عند أحد المربين الألمان هنا كويس لحتى نصور لكم أطيور. هذا شو تسمونه هذا الحلو هذا الأزرق؟ هذا الزلمة يربي مكتفات زواجل مثل ما انتم شايفين هنا. طبعا أنا راح أسوي لكم دورة إن شاء الله تعالى على طيور كلها. ما ترقيعتها جميلة ما شاء الله. كتف أبيض كامل. Wie heißt das? Müllermann. Ja. Oder wir sagen auch gelbe Schildige, oder? Weiße Schildige? Wer kann sagen das? ما هاي اسمها ملامانز ما يصير احنا ببلادنا ما اعرف شو تسموها هاي ما شاء الله. Junge können so kommen oder ganz gelb, egal, unterschiedlich. يقول لك الفراخ تطلع مشكله بس هذا werden nicht so wie Weibchen Beispiel wie Mama, ne. ما يجن verschiedene, ne, aber gelb, aber verschiedene. ما يجن الفراخ مو شرط يجن. Weil es keine Rassentauben sind. Ja, du hast recht. هذنا Brieftauben. Die Brieftauben sind richtig. يقول لك الزاجل مو شرط Sie können so gleich aussehen, aber sie können ganz gelb sein oder nur ein bisschen weiß. لا يقول لك الزاجل ما يطلع نفسه 100%، يعني ما يطلع نفسه 100%. شوف يعني ممكن يجي مثل الأب هنا تمام؟ مثل الأب، ممكن يجي مثل الأم، ممكن يجي شوية أصفر. نعم. große ما شاء الله das. Das ist ein bisschen groß, ha? Ja, weil die sind nicht jung schon, ne? ما شاء الله كلها جروسة يعني كبيرة. اللهم صل على النبي. هاي الطيرة عجبتني، أنا شفتها من جوا وعجبتني سبحان الله. قلت له بدي أطلع أصورها. نعم راح بسم الله ما شاء الله. طيرة جميلة. اكتبوا لنا بالتعليقات شو اسمها. راح. هذا الطير اسمه جوبينا أو كوبينا، ما أعرف شو تسموه أنتم ببلادكم. طبعا هذا الطير صغير جدا جدا صغير تمام. هو الطير بذرة بولندية كويس، على الأغلب بولندية. ما عندي اطلاع الصراحة عليه، ما عندي معلومات كافية عن هذا الطير لأنه ما قريت عنه خالص. لكن مثل ما واضح هو تقريبا من فصيلة شيخ الجبل كويس أو ملك الجبل، ما أعرف شو تقولوا له. ملك الجبل إيه اللي يجي غير يجي راسه هيك أحمر وأبيض. أنا ناشر فيديو من يومين ثلاث تقدر تفوت على الصفحة تشوفن. هذا من نوع ملك الجبل. طبعا طير صغير جدا كويس وشكله جميل. ما أعرف موجود ببلادنا مو موجود ما أعرف. لكن هذنا طيور بشكل عام المنقار القصير ما يعيش ويا المنقار الطويل. احنا نجي نخلط نسويه شوربه كويس. هذا ما يعيش ويا المنقار الطويل. هنا مارك مسوي لكل مكان، مسوي له لكل واحد مسوي له على سبيل المثال حابوسه لحاله. نعم. فاكتب لنا بالتعليقات شو اسمه، راح تقول لي كم ثمنه واقول لك والله لا اعلم كم ثمنه الصراحه يعني كويس، لانه انا ما ربي هاي الطيور الناعمه. جيب لكم غيره. تابع الصفحه شايفك سلتي تبعها يا هي. تابع وشارك البوست. ايوه شايفك يعني تتسلت. هذا الطير اسمه طوربيد، احنا نسميه طوربيد. والله كنت اعرف اسمه باللغات الاخرى بس ناسيه الصراحه بسبب انقطاعي عن تربيه الحمام ناسيه. اكتبوا لنا بالتعليقات شو تسمونه. هذا الطير طبعا مستوى متوسط، في مستويات اعلى جدا ووجوه افضل كويس، ووجوه افضل مثل ما تشوفون هنا. اللون هذا احنا نقول له برملي. نعم هذا برملي. طبعا المكتف الزاجل اللي يجي برملي او كذا كلهن او تقريبا من هذن الطيور يطلعن. الطيور يدخلون عليهن دم هذن فياخذون منهن الالوان كويس، فتطلع طيور هيك. هذا قلت لك اسمه برملي، مستوى عادي مو غالي ولا رخيص، ما اعرف ايش قد حقه بالضبط، لكن من الطيور الجميله والمميزه. بس انت 2005 يعني كان عندي جوز منهن بسوريا اقوى من هذن بكثير. نعم. طير اسمه ألتا بولينيشا يعني البولنديه القديمه. هذا من سلالات الزاجل ما شاء الله. شوف الحجم وكم حجمه مقارنه بالطيور الاخرى.
هذا يسوي طيرين. طبعا هذا طير فحل. ما أعرف أنت شو تسميه ببلادنا أو شو نسميه ببلادنا، اكتبوا لنا بالتعليقات شو تسميه. يا هل ترى ترقب لهذا الطير أنت كتربيه ولا لا؟ ما أعرف، اكتبوا لنا وخلينا نتفرج ونشوف هاي طيورة جميلة. قال لي مارك، قال لي لا طيروا هنا لأنه هذا مكانه مو هنا، واللي مكانه من هين ما يصير يفوت هين. شوف ما شاء الله هاي كلها تايجر، هاي طيور كلها تايجر. هذا مربي بولندي جينا اللي عنده. نشوف الحمام بس بدي افرجيكم الان في طير عجبني. بدي ان شاء الله يطلع على الحز. طبعا شوفهم، شوف هذا النوع غير هذا النوع. ايوه اول واحد هذا غير الطيور الاخرى، غير الطيور الاخرى. تنشوف مارك بدشي يعطيني اياها. طيرة هي اعتقد. Okay. Meine Tauben kennen nur mich, weißt du? Ja, ich weiß das. قال مارك يقول لي ما يعرفنا الا اني. انا شفت طيرة صفراء. Wenn da jemand Fremder ist, weißt du, dann... Wie heißt das? Altpolnische Tauben. Altpolnische Tauben. Ja. Diese Polnisch, richtig Polnisch, 100%? Ja, 100%. Mark, wie viele Jahre du hast Tauben? Weiß ich nicht. Ja, ungefähr? 100 Jahre schon. اللي هو 100 سنة قبل ما يصير. ما شاء الله. Du hast alle Brieftauben, ne? Brieftauben und Rassentauben auch, ne? Rassentauben, aber weniger. Ja. Weniger. Meistens Brieftauben. شوف هذا الطير. Die kommen nicht raus. Die sind egal. شوف هذا ما شاء الله. شوف هذا ما شاء الله. Die haben Angst. الطيور يعرفنه بس لانه ما حدا يجي عليه غيره. نعم. راح دخل جوا. تعالوا نشوفكم المكتفات الصفر الزواجل. اللي بدي يقول مكتف اصفر زاجل لازم يكون هي مثل هذا الطير، مثل هذا الزاجل الجامبو. طبعا حجمه ضخم جدا، تمام، حجمه ضخم. انا كل سنه كنت اجي اخذ منه شيء 20 فرخ 30 فرخ من هاي، وحتى مشان اربيهن. هذا مكتفات صفر من النوعيه الممتازه. لسه في اضخم من هيك، كويس، لكن هذنا من الطيور المميزه. عند مارك من زمان هو يربي منهن، وانا يعني اجي اشتري منه على طول. اكتبوا لنا بالتعليقات شو اسمهن عندكم ببلادكم. نعم ما شاء الله. أنا هذا الطير اللي يعجبني ما شاء الله. الطيرة بوردة، الطيرة بوردة مثل ما انتم شايفين. نعم، راح نحطها جوا ونشوف شنو الترتيب. ما شاء الله. واضحات يا مراد؟ واضحات. هذا الطير اسمه ألتا بولينشا بريفتاوبن، يعني الحمام الزاج. بايبشن، ها؟ قلت انثى، قلت له انثى هذا الطير سبحان الله. لانه حسيت انه هاي طيره فما ردت ازعجها لاني انا ماسكها. هذا الحمامه البولنديه القديمه، الترجمه هيش تجي ترجمتها. طبعا طير قاصر جدا، شايفين ذنب ماله ذنبه قصير جدا، كويس، ووجه طويل، وجه طويل. طبعا ما اريد ازعجها لانه اعتقد بدها تبيض او كذا، فما بدي اجيب العيد بيها خطيه. نعم، فاكتبوا لنا بالتعليقات شو اسمه هذا. راح احاول اتركها هنا مراد، افلتها هنا اذا تطير. هاي هي، كويس. هذا الطير اسمه ريد تايجر او مالامانز، او ما اعرف شو تسمونه انتم بلهجتكم. احنا نقول له كشميري زاجل احمر بذنب ابيض مثل ما انتم شايفين، كويس. وايت تيل، او بالانجليزيه يقال عنه وايت تيل، او بالالمانيه فايس شفانز. هذا الطير من الحمام الزاجل. طبعا احنا كسوريين او كعرب نرقب للطير الجناح سد مثل هذا. طير طبعا مو مخلص فكاك، طير لسه فيه ريشتين مشيبات بالاساس هنا مثل ما انتم شايفين. هذا كل ما كبر العمر، هذا يميزه، كل ما كبر بالعمر يروح اللون الاحمر من كتفه فيصير لون كتفه ابيض، كويس. ذن طيور مرغوبه في بلادنا بالوقت الجديد،
سابقا ما كانت مرغوبة هاي الطيور وما كانت مبينة. طبعا هذا الطير يسوي مشاكل، وأنا خايف إنه يطير وما يصير يطير، لأنه طار ما يكمشوا عنتر مثل ما انتم شايفين. طلعته زين يا مراد الطير؟ خايف ها؟ طلعته زين؟ رح قل لي على عينه وعلى ترتيبة وجهه وكل شيء. طبعا بطيور أحسن منه أو أقوى منه، يعني هذا الطير ضعيف يعني ما صح. اللي يميزه إنه ذنبه أبيض. نعم بس هيك. اكتبوا لنا بالتعليقات اللي عنده معلومات عنده، يكتب لنا بالتعليقات. نحن ما نعرف بالحمام كويس لكن نتعلم. نعم. وطافي علاوي ابو جاسم. الله حيا ابو جاسم. ابو جاسم مقطع. ايش فطنك على ابو جاسم؟ حمام. تحيه لابو جاسم والله، من هين لمساكن هنانو. نعم لنص حلب. طافي علاوي. هذا الطير اسمه مالتي فارشافا او الطير الوارسو، او اسمه السنفور، او بالالماني اسمه شتيرلينجن شميترلينجن ما يعني هيك اسمه بالألمانية. هذا النوع من السنافير طبعا هذا في يجي مستويات أعلى. شوف على سبحان الله على وجهه على راسه وعلى تفاصيله كويس وعلى منقاره. هذين طيور من المنقار القصير. هاي ديزا فايف شنو ده؟ توبة. هذا ذكر. نعم هذا ذكر وفي عنده في عنده جوز منهن بس. تمام. في كوستا دينجا فيرداس. ايه تنسألوا كم سعرهن؟ Also, der kostet 100 Euro selber. العينة فور عين شتوك 100. هذا للقطعة تبدأ سعرها من ال 100 يورو وأكثر. فأنت اكتب لنا بالتعليقات شو نوع هذا الطير ببلدك. نعم ما شاء الله شوف كم جميل. نعم طافي على اللعب. خذ لي صورة مراد والله. هذا المكتف أسود شد الكتاف سود. هذا شو تسمونه هذا؟ لأن بيهن قبرة وليهن كذا موتنا. نعم شوف ذنه شوف هاي من راحت فاتت ما لحقنا نصورها.